يا جماعة والله العظيم حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في العيانين وبتعملوه في نفسكم. مفيش دكتور محترم في الدنيا جراح تجميل يلعب في الصور ويطلع بعد بشكل غير الحقيقي. ما ينفعش احط ميك اب، ما ينفعش اصور بزوايا مختلفة، ما ينفعش اعمل ايديت على الصورة، ما ينفعش اجيب عيانة بعد غير بتاعت قبل، ما ينفعش الكلام ده. انتوا اللي هتدفعوا ثمنه. المرضى بيدفعوا ثمنه ان بتضحك عليهم وتشوف صور حلوه قبل وبعد فتقول لك خلاص انا النتيجه السحر دي الدكتور هيعملها لي. انتوا كده بترفعوا الاكسبكتيشن، توقعات المرضى بتعلى جدا. المرضى دول لما بيروحوا عند اي دكاتره تانيين وما يلاقوش النتيجه دي بيبقوا محبطين، بيبقوا زعلانين مع الدكتور بتاعهم ويقول لك ما الدكتور الفلاني بيعمل. بيجي لي في العياده ناس ولما بقول لها النتيجه الحقيقيه شكلها ايه تفتح لي صور بتاع الدكاتره تقول لي يا دكتور ما هو الدكتور عمل كده من بطني او عمل كده من وشي او عمل كده من جسمي. انا بيبقى لساني واقف مش قادر اعلق، مش قادر اقول لها ان الراجل ده مش امين، ما ينفعش تلعبوا في الصور. وبعدين في نقطه تانية مهمه، العقد بينك وبين المريض، تمام، ان هو بيطلب نتيجه معينه فانت بتديها له. لو انت مش قادر تحقق النتيجه اللي هي في دماغه اللي هي ما تتحققش في الطب، من الامانه انك تقول له انا هوصلك للنتيجه الفلانيه، رضي رضي مرضيش خلاص. لان كده اصبح انت دخلت تحت فكره من غشنا فليس منا، او ويل للمطففين. المريض ده مديك فلوس عشان تديله النتيجه اللي انت مطلعها وتقول انا بعرف اعملها وهي ما بتتعملش في الطب، مش موجوده. ما ينفعش تطلع تقول انا جروحي ما بتبانش. مفيش حاجه في الطب اسمها كده، في نسبه من المرضى جروحها بتبقى وحشه، لازم تفهمهم الكلام ده. ما ينفعش تصور الوش قبل العمليه عامل كده والمريضه مش حاطه ميك اب وقافله شعرها، وتيجي بعد العمليه انت عامل لها شعرها وعامل لها ميك اب ورافع دقنها. في حاجات في جراحه التجميل مستحيل بنحققها. الحاجات دي يا جماعه موجوده على صور معمول عليها ايديت، علشان بس ما تبقوش متخيلين ان احنا يعني استغفر الله العظيم الهه ولا سحره لما هتعمل كده على المريضه بتتحول. مش كل الاجسام ولا كل العمليات بناخد النتيجه المية في المية. الناس مختلفه عن بعض. فاللي انتوا بتعملوه كجراحين تجميل يعني unethical وحرام وما يصحش، وانت هتدفع ثمنه لما سمعتك تبوظ وبعد مرة واثنين وثلاثة يعرفوا ان انت جراح غير امين. واهم حاجة في مهنة الطب هي الامانة. الرزق يا جماعة يعني ربنا بيرزق الناس كلها يعني، والعيانين كتير. فاشرح للعيان بما يرضي الله، هيجي لك وهيحترمك وهيبقى مبسوط، وزميلك هيبقى مبسوط، وزميلك التاني يبقى مبسوط، وسمعة جراحة التجميل هتبقى كويسة في مصر. دي نقطة مهمة جدا. احنا بنساهم في جزء من السياحة العلاجية. مصر دلوقتي ديستنيشن حلو جدا للسياحة العلاجية، ما تبوظوهاش لو سمحتوا. تركيا باظت، تركيا جات لها فترة في زراعة الشعر، تركيا كويسة تمام علشان نتائجهم زي الحقيقة الصور اللي بيعملوها. لكن في جراحات تجميل التانية نتائجهم وحشة لان هم بيصدروا صور وهمية ما تتعملش، فاصبحت سمعتهم وحشة. كتير الناس بقوا يقول لك ما بنروحش تركيا دكتور، بيضحكوا علينا وبينصبوا علينا. ما توصلوناش لحال تركيا، خلونا مصر قلعة العلم قلعة الطب. الناس بتحج لمصر في الطب من 100 سنة فاتت. لو سمحتوا حافظوا على سمعة الطب المصري والطبيب المصري، كفاية اللي بيحصل.